لو جبت لك دلوقتي تيشرتين، واحد ب 500 جنيه والتاني ب 5000 جنيه، وقلت لك اختار الاغلى، تفتكر هتعرف ولا عينيك هتخدعك؟ في الفيديو ده هقول لك ايه التفاصيل اللي فعلا ممكن تخلي اي تيشرت يبان اغلى من سعره الحقيقي، وازاي اصلا تقدر تقيم اي تيشرت اول ما تشوفه، سواء كنت بتشتريه اونلاين او حتى واقف في الستور. اي انطباع عينك بتاخده على اي تيشرت سواء شفته اونلاين او حتى وانت موجود في اي ستور، هو شكل الماتيريال بتاعته عامله ازاي مع الفيت بتاعت التيشرت. لو اول ما بصيت عليه لقيت القماش ماسك نفسه مبين الفيت وكواليتي الماتيريال بوضوح، ده معناه ان التيشرت حلو مبدئيا. حتى لو الماتيريال لقيتها سايبه شويه ولوس، ده طبيعي في خامات معينه. المفروض طبعا يبقى بنسبه بسيطه تدي التيشرت شكل اشيك من غير ما يبقى واقع قوي، او لما تلبسه تحس ان هو مش بتاعك. ودي حاجه في عالم الفاشن اسمها الدراب. لو انت في الستور قبل ما تمسك اي تيشرت تبص عليه وهو متعلق على الشماعه، شكله وهو متعلق على الشماعه بيخليك تقدر تعرف هو ستريت فيت ولا بوكسي ولا اوفر سايز، ولا حتى الفيت بتاعته شكلها مش باين دي ايه. القماشه وهي على الشماعه مثلا ممكن تبقى طريه بزياده لدرجه ان الفيت نفسه مش باين ومخليها اقرب لتيشرت البيجامه بتاعت البيت. التفاصيل دي المفروض تبقى من اول الحاجات اللي عينك بتلقطها من اول ثانيه. انت بتعمل الكلام ده اوريدي من غير ما تحس، عشان كده بتلاقي نفسك عجبك التيشرت ده وحاسس انه ممكن تديله فرصه، يا اما ساعات بتبعد عنه خالص ومش بتمسكه حتى. طب لو انت بتشتري اونلاين، ركز جدا على صوره التيشرت وهو مفرود، مش موديل لابسه وهو مفروض. هتقدر تعرف بالظبط ده كانه محطوط على الشماعه بس موجود توب فيو او فلات، بيكون مفروش على ترابيزه مثلا ومتصور من فوق، فانت كانك شايفه على الشماعه بالظبط. دي من اول واهم الحاجات اللي لازم تبص عليها على التيشرت. ما تبصش على التيشرت وحد لابسه، لان اللي لابسه مش شرط يبقى هو نفس جسمك. تاني حاجة مهم جدا تركز فيها شكل الياقة بتاعت التيشيرت. لو انت في الستور او حتى بتشتري اونلاين، اول حاجة هتبص عليها في الياقة هي سمكها. افضل سمك في الياقة هو المتوسط، بتخلي شكل التيشيرت بريميوم وكلين. الاهم طبعا ان هي بتحافظ على شكلها وقت اطول مع اللبس والغسيل. عشان كده هتلاقي معظم البراندات دلوقتي رايحين للمقاس المتوسط، اللي هي بيكون مش رفيعة قوي ولا تخينة قوي، خصوصا في التيشيرتات البوكسي او الاوفر سايز. بس طبعا لو بتدور على تيشيرت كاجوال اكتر، ممكن تجيب الياقة رفيعة. طبعا الثلاثة موجودين، في الياقة الرفيعة وفي الياقة المتوسطه وفي الياقه العريضه. مشكله الياقه الرفيعه ان هي مش بتعيش كتير لان هي بتبقى ضعيفه، مع الغسيل الكتير بتبدا توسع وشكلها بيبوظ اسرع. الماتيريال نفسها بقى بتاعه الياقه حاول تشدها شده خفيفه وسيبها. المفروض انها لو كواليتي كويسه بترجع لمكانها على طول من غير بقى ما يبقى فيها تموجات او تعمل تعريجات. ولو انت بتشتري اونلاين، اقرا الديسكريبشن بتاع التيشيرت، ده اهم حاجه. لو لقيت مكتوب في الديسكريبشن ان هي ريبد كولر او نيك ريب، فدي نقطه تتحسب للتيشيرت، لان الياقه كده معموله بطريقه تخليها تحافظ على شكلها مع غسيل واستخدام. تالت حاجه هي بروبورشن التيشيرت او النسب بتاعه التيشيرت، ودي عايز اقول لكم من اكتر الحاجات اللي ممكن تخلي اي تيشيرت يبان بريميوم حتى لو سعره مش غالي. يعني ايه بقى النسب بتاعه التيشيرت؟ اول حاجه هتبص عليها هي الكتف. لو التيشيرت بوكسي او اوفر سايز، طبيعي جدا ان خط الكتف بيبقى نازل سنه بسيطه بس مش واقع في نفس الوقت لنص دراعك. بعدها بص على الكم، هل طول وعرض الكم ده متناسبين مع الفت ولا لا؟ ما ينفعش تلاقي تيشيرت مثلا واسع جدا والكم بتاعه ضيق، او الكم طويل قوي والتيشيرت نفسه قصير. لازم يبقى فيه بالانس. بعد كده طبعا هتركز على طول وعرض التيشيرت نفسه. وهنا طبعا في ناس كتير بتتلخبط، في ناس كتير فاكره ان التيشيرت الاوفر سايز ده دايما لازم يبقى طويل جدا، مع ان طبعا ده مش صح. اغلب البراندات المحترمه لما بتعمل اوفر سايز بتزود العرض اكتر من الطول، لان الفكره انك تلبس مقاسك لكن بفيت اوفر سايز، مش انك تلبس تيشيرت اكبر منك بمقاسين. انت كده كده لو ركزت في كل التفاصيل لوحدها من اللي انا بقولهم دول، هتحس ان التيشيرت مش متناسق عليك وفي حاجه غلط مش متظبطه. بس موضوع النسب ده في الطول والعرض بالذات مهم جدا. مش معنى ان انت عايز تلبس حاجه اوفر سايز فانت تلبس مقاس اكبر من مقاسك وتجيب حاجه سليم مثلا، لان شكلها مش هيبقى حلو عليك. وهقول لك برده في الاخر، لو انت بتشتري اونلاين تتاكد من الحاجات دي ازاي كلها، هتلاقيني حاططها لك في اخر جزء في الفيديو. بعد ما اتاكدت بقى ان شكل التيشيرت عاجبك، هتروح للماتيريال. ودي اكتر حاجه الناس بتتلخبط فيها. اول ما يشوفوا مثلا مكتوب على التيشيرت 100% كوتون، بيفترضوا ان الخامه دي ممتازه، مع انه ممكن تيشيرتين الاثنين مكتوب عليهم 100% قطن والفرق والجوده بينهم يبقى كبير جدا. تعرف منين الفرق ما بين الاثنين لو الاثنين حتى 100% قطن؟ لو انت في الستور هتعمل 3 اختبارات سريعه. اول حاجه، شد القماش شده خفيفه وسيبه. طبيعي والمنطقي ان هو المفروض يمسك نفسه بسرعه وما يفضلش واقع او مموج او طالع منه حاجات. تاني حاجه بقى، ارفع التيشيرت قدام النور. لو لقيت بقى الفابريك وانت حاطه قدام النور كده الفابريك خفيف جدا والضوء معدي من جواه، خصوصا طبعا لو ده تيشيرت صيفي، فدي علامه ان القماش خفيف اكتر من اللازم وهيبوظ بسرعه. تالت حاجه، بص على التكتشر بتاع القماش نفسه او الملمس بتاع القماش. هل شكله نظيف ولا فيه وبر او فيه خيوط صغيره طالعه من وهو لسه جديد؟ لان لو هو ده شكله من اول يوم غالبا هيبان اسوأ مع الاستخدام والغسيل. لو بتشتري اونلاين، ما تقفش عند جمله 100% قطن. دور في الديسكريبشن على كلمات زي
كومبايد كوتون او رينج سبين كوتون، دي بتكون خامات انعم واقوى، ولو لقيت مكتوب بري شرينك مثلا فدي طبعا ميزه معناها ان التيشيرت معمول له معالجه عشان ما يكشش بعد الغسيل. كل ده بقى لو احنا بنتكلم على تيشيرت ساده. بس طبعا التيشيرت ده لو عليه برنت او لوجو ففي كام حاجه كمان لازم تبص عليها. لو انت في الستور اول حاجه تبص عليها هي اطراف البرنت، المفروض تبقى نظيفه جدا ومش بيكون فيها زوايد طالعه بره شكل الديزاين، او الطرف نفسه طرف الديزاين نفسه متقفل كويس ولا متقشر او فاصل عن القماش، الا طبعا لو الديزاين كله ووجد وفيدد فدي حاجه تانية خالص. بعدها شد القماش شده خفيفه من جنب البرنت مش البرنت نفسه. المفروض في الحاله دي ان البرنت يتحرك مع القماش بشكل طبيعي من غير ما يشقق او تظهر عليه خطوط بيضاء او حتى تحس ان هو هيبدا يقشر. كمان بص على السمك بتاع البرنت، لو حاسس ان هو عامل طبقه تقيله فوق القماش فغالبا مع الوقت هيبدا يشقق او يتقشر اسرع. البرنت الكويس بيبقى كانه جزء من القماش، مش هتحس ان هو لازق فوق خالص. ولو بتشتري اونلاين اعمل زوم على البرنت في كل الصور وبص على الاطراف كويس، ولو البراند منزل صوره قريبه للبرنت دي تبقى نقطه تحسب له بصراحه. وعايز اقول لك من الاخر، لو انت بتشتري اونلاين ومفيش ديسكريبشن واضح لكل اللي انا بقوله ده ما تشتريش التيشيرت اونلاين، لان انت مش هتبقى متاكد من كل الحاجات اللي انا بقولها لك دي، ومش هتبقى عارف الخامه ايه ولا البرنت عامل ازاي ولا كل الحاجات دي. طب لو اللوجو متطرز مثلا بص عليه من قريب، الخيوط كلها متساويه ومشدوده ولا في خطوط مفكوكه او طالعه بره. لو طبعا تقدر تقلب التيشيرت وتبص على طار التطريز من جوه، لو لقيت التقفيل نظيف ومفيش خيوط مفكوكه ومتكعبله يبقى طبعا تمام. وعايز اقول لكم ان لو البراند مش حاطط صور كلوز على التطريز بالذات فده معناه ان هو خايف ان هو يوريك الحاجات دي بالتفصيل، ودي طبعا تبقى ريد فلاج وما اظنش ان انت المفروض تشتري التيشيرت. لو اللوجو رابر مثلا او باتش عدي بايدك كده على الاطراف، اتاكد ان هي لازقه كويس من كل ناحيه، مفيش اي طرف مرفوع لان دي اول حاجه بتبدا تفك مع الاستخدام. اخر حاجه بقى لو البرنت مغطي مساحه كبيره جدا من التيشيرت خليك عارف ان هو هيقلل تهويه القماش في المنطقه دي خصوصا في الصيف، وطبعا ده ممكن يخليك تحس ان هو مكتوم وبيحررك اكتر من التيشيرتات الساده، ده لان البرنت نفسها منع دخول الهواء ومش بتخلي التيشيرت يتنفس. كل الحاجات اللي فاتت ممكن تبقى مظبوطه، بس لسه في تفصيله واحده قادره تبوظ كل ده وهي الفينش. وهنا بقى الفرق الحقيقي بيبان ما بين البراند اللي بيهتم بالتفاصيل وبراند همه كله يطلع شغل باقل تكلفه وخلاص. اول حاجه لازم تبص على الخياطه، المفروض تبقى مستقيمه ونظيفه مش متعرجه وفيها تمويج، غرز واسعه غرز ضيقه، خيوط طالعه من كل حته. بعدها بتبص على النيك تاب او الشريط اللي موجود من جوه عند الياقه، وده وجوده مش مجرد شكل، ده بيساعد الياقه تحافظ على شكلها ويقلل انها توسع مع الوقت، ده غير ان هو يعتبر عراقه في نفس الوقت. ولو التيشيرت فيه سلايد سليتس او فتحات من جنب التيشيرت بص عليها كويس، اتاكد ان النهايات بتاعتها مقفوله كويس لان دي من اول الاماكن اللي بتبدا تتقطع لو الفينش بتاعها مش حلو. انا عايز اقول لك كل تفصيله من دول لوحدها ممكن ما تاخدش بالك منها، بس اول ما الحاجات دي كلها تتجمع في تيشيرت واحد عينك بتحس ان في حاجه غلط، حتى لو انت مش عارف تحدد ايه بالظبط، انت بتبقى ماسك التيشيرت مش عاجبك ومش عارف انت هو مش عاجبك ليه. في برضه حاجات مهمه جدا لازم اقول لك عليها، شويه علامات لو لقيتها تعرف ان التيشيرت ده الكواليتي بتاعته محترمه جدا. اول حاجه تبص على لمعه القماش، لو اللمعه خفيفه وطبيعيه فده عادي، لكن التيشيرت لو بيلمع زياده عن اللزوم وشكله شبه البلاستيك شويه فده معناه ان في نسبه بوليستر كبيره جدا فيه، وده بيخليه يمتص الحراره ونسبه التهويه فيه مش بتكون عاليه، فبالتالي هيحرك وهيضايقك ومش هتبقى مبسوط بيه، خصوصا طبعا في الصيف. تاني حاجه زي ما قلت في الاول بص على القماش من قريب. المهم لو انت بقى بتشتري اونلاين تركز على ايه قبل ما تدوس باي ناو، ما تقفش عند اول كام صوره، شوف كل الصور لان اول صوره بيبقى هدفها ماركتنج تام للتيشيرت، اخر صوره بقى غالبا بتوضح تفاصيل اكتر زي الماتيريال والخياطه وشكل الظهر والكم. بعدها طبعا لازم تقرا الديسكريبشن كويس عشان تعرف الماتيريال وكل التفاصيل اللي اتكلمنا عنها في الاول. لو البراند كاتب طول الموديل ووزنه والمقاس اللي لابسه ما تعديش طبعا المعلومه دي وبعت لهم اسالهم، لان المعلومه دي هتساعدك تتخيل الفيت هيبقى عامل ازاي عليك. لازم تبقى عارف طول الموديل اللي واقف ده طوله قد ايه ووزنه قد ايه عشان تقارن طولك ووزنك بالنسبه للتيشيرت اللي انت لابسه ده. ودي يودينا اهم حاجه ان انت ما تخليش جسم الموديل يخدعك. ممكن التيشيرت ده يبان تحفه عليك وسبب طبعا بيكون الموديل ده جسمه متناسق، وده طبعا بتكون بروفيشنال والصور متعدله عشان تظهر قدامك بالشكل ده ان هو يكون بيرفكت، وطبعا ده مش الطبيعي ولا شكلها عليك هيبقى كده 100%. عشان كده لو براند منزل صور او ريفيوز من الكاستمرز ما تفوتهاش ولازم تقراها.
يعني من الاخر، فاكر التيشيرتين اللي انا سالتك عليهم في اول الفيديو؟ لو رجعت تبص عليهم دلوقتي غالبا هتعرف تختار الاغلى بكل سهوله، مش بسبب اللوجو ولا بسبب السعر، بس لان انت عرفت كل التفاصيل اللي ممكن تميز تيشيرت حلو عن تيشيرت وحش. خلي بالك اللي انا بقوله لك ده ما يخليش التيشيرت غالي، الحاجات دي غالبا اللي مش بيعملها بيكسل ان هو يعملها. براند عايز ان هو يبيع كتير وخلاص، مش فارق معاه الجوده اللي هو بيبيعها والناس مش هتاخد بالها. الحاجات دي يعني ممكن تلاقي نفس سعر التيشيرت بس في مكان تاني معمول فيه الحاجات دي بيتباع بنفس السعر. مش لازم تركز في كل الحاجات اللي قلتها لك دي، بس انت اكيد فهمت ان الموضوع فيه شويه حاجات كده بتفرق تيشيرت كويس عن تيشيرت مش كويس. وفعلا لو الحاجات دي موجوده في تيشيرت حتى لو ب 500 جنيه هيكون فعلا شكل سعره غالي واغلى من تيشيرت ممكن يكون ب 800 او 900 جنيه فيه عيوب كتير، شكله هيكون ارخص بكتير من ثمنه. اعملوا لايك طبعا لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب على انستجرام وتيك توك، هتلاقوني بنزل هناك كونتنت كل يوم. وهستنى رايكم طبعا في الكومنتس، وقولوا لي الحاجات دي بتركزوا فيها دايما ولا لا؟ لو في حاجه انا نسيتها يا ريت تقولوها لي، وهستنى طبعا نتناقش في الكومنتات واسمع رايكم. سلام.